أهلا بيكم من تاني. النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن موضوع تقريبا كلنا مرينا بيه في وقت من الأوقات، حب الشباب. سواء كانت حباية رخمة بتطلع قبل مناسبة مهمة أو حالة مستمرة مضايقاك، حب الشباب ممكن يكون محبط جدا ويأثر على ثقتنا في نفسنا. بس إيه هو بالظبط ونقدر نعمل إيه عشانه؟ خليكم معانا لآخر الفيديو لأنكم هتفهموا كل حاجة عن حب الشباب من البداية للنهاية بوضوح تام. خلينا نبدأ بالأساسيات. إيه هو حب الشباب؟ حب الشباب أو أكني فالجاريس طبياً هو حالة جلدية شائعة جداً بتحصل لما بصيلات الشعر تحت الجلد تتسد. الزيوت وخلايا الجلد الميتة بتقفل المسام، وده بيؤدي لظهور الحبوب أو البثور. ورغم إنه منتشر أكتر بين المراهقين، بس في الحقيقة ممكن يصيب الناس في أي عمر. دلوقتي مش كل حب الشباب زي بعضه، في أنواع مختلفة، وإنك تعرف نوع الحبوب اللي عندك دي أول خطوة للعلاج الصح. نقدر نقسمهم لمجموعتين أساسيتين: حبوب غير ملتهبة وحبوب ملتهبة. الحبوب غير الملتهبة دي اللي بنسميها الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء. الراس الأبيض أو الزوان المقفول بيحصل لما المسام المسدودة تتقفل، فبيبان كأنه حباية صغيرة بلون الجلد أو بيضة. أما الرأس الأسود أو الزوان المفتوح بيحصل لما المسام المسدودة تفضل مفتوحة. السطح بتاعها بيغمق، مش عشان مليانة وساخة زي ما ناس فاكرة، لكن عشان الزيوت وخلايا الجلد بتتأكسد لما تتفاعل مع الهواء، وده اللي بيديها اللون الأسود. ودي غالباً أبسط أنواع حب الشباب. الحبوب الملتهبة، وده النوع اللي بيكون ملحوظ أكتر وممكن يوجع، بيحصل لما المسام المسدودة تلتهب وجدار البصيلة ينهار. ده بيشمل الحطاطات بابيولز، ودي حبوب صغيرة حمراء وبتوجع. وبعدين في البثور باستيولز، ودي اللي احنا عارفينها باسم الحبوب العادية، شبه اللي فاتت بس بيكون ليها مركز أبيض أو أصفر مليان صديد. ولو الالتهاب نزل أعمق في الجلد ممكن يظهر لك عقد نوديولز، ودي بتبقى كتل كبيرة وصلبة وبتوجع تحت سطح الجلد. والأعمق من كده هي الأكياس سيستس، ودي كتل كبيرة مليانة صديد وبتوجع وممكن تسيب حفر أو ندبات. النوع العقدي التكيسي ده هو أخطر وأشد نوع، وغالباً بيحتاج متابعة مع دكتور جلدية. طيب، إيه اللي بيخلي البصيلات دي تتسد من الأساس؟ الموضوع عبارة عن تركيبة من 4 عوامل رئيسية. 1. زيادة إنتاج الزيوت، الزهم. ده الزيت الطبيعي اللي جلدنا بينتجه عشان يرطب نفسه. في فترة البلوغ، التغيرات الهرمونية بتخلي الغدد الدهنية تفرز زيوت أكتر. 2. تراكم خلايا الجلد الميتة. في الطبيعي، جلدنا بيوقع الخلايا الميتة، بس ساعات ما بتقعش صح وبتختلط مع الزيوت الزايدة وتقفل المسام. 3. البكتيريا. في نوع معين من البكتيريا عايش على جلدنا اسمه C. acnes. لما المسام تتسد، البكتيريا دي بتتكاثر بسرعة جدا جواها. 4. الالتهاب. لما البكتيريا بتتكاثر، جهاز مناعة جسمنا بيرد، وده اللي بيعمل الاحمرار والورم والصديد اللي بنشوفه في الحبوب الملتهبة. الهرمونات بتلعب دور كبير جدا، وعشان كده حب الشباب منتشر قوي في فترة البلوغ وأوقات الدورة الشهرية والحمل. الأندروجينات، ودي هرمونات ذكورية موجودة عند الرجالة والستات، بتزيد في فترة البلوغ وتخلي الغدد الدهنية تكبر وتفرز زيوت أكتر. الجينات كمان ليها دور، لو أهلك كان عندهم حب شباب احتمال كبير يجيلك أنت كمان. طيب، والأكل والضغط النفسي، التوتر. العلاقة بين الأكل وحب الشباب لسه قيد البحث، بس في دراسات بتقول إن الأكل اللي بيرفع السكر بسرعة زي الحلويات والعيش الأبيض وبعض منتجات الألبان ممكن تسوء حالة الحبوب عند بعض الناس. التوتر مش بيجيب حب شباب بشكل مباشر، بس أكيد ممكن يخليه أسوأ، لأنه بيزود هرمونات معينة بتحفز إنتاج الزيوت. التشخيص بيتم إزاي؟ غالباً الدكتور بيقدر يشخص المشكلة بمجرد النظر لجلدك، بيحدد نوع الحبوب وبيقيم شدتها، بسيطة، متوسطة أو شديدة. وممكن يسألك عن تاريخك الطبي، روتين بشرتك، وعاداتك عشان يحدد أحسن خطة علاج. نيجي بقى للجزء اللي كلكم مستنيينه، العلاج. الهدف هو إننا نعالج الحبوب الموجودة، نمنع حبوب جديدة ونمنع الندبات. العلاج الصح بيعتمد على سنك ونوع وشدة الحبوب. خلينا نقسم الاختيارات. أولاً، العلاجات الموضعية topical، دي الكريمات والجل اللي بتحطها على جلدك.
للحبوب البسيطة، المنتجات اللي في الصيدلية من غير روشتة بتكون ممتازة. دور على مكونات زي البنزويل بيروكسيد اللي بيقتل البكتيريا وبيشيل الزيوت. حمض الساليسيليك كمان رائع، بيفتح المسام ويقلل الالتهاب. الأدابالين وده نوع من الريتينويد متاح دلوقتي وبيساعد يفتح المسام. للحبوب المتوسطة والشديدة هتحتاج علاجات موضعية بروشتة الدكتور، زي ريتينويدات أقوى زي التريتينوين، ممكن تعمل شوية تهيج في الأول، فمهم تبدأ بالتدريج. الدكتور ممكن يكتب لك مضادات حيوية موضعية زي الكليندامايسين عشان يقتل البكتيريا، وغالباً بيدمج مع البنزويل بيروكسيد. علاج تاني ممتاز هو حمض الأزيليك. ثانياً، الأدوية الفموية أورال، دي الأضراس اللي بتعالج المشكلة من جوه وبنخليها للحالات المتوسطة والشديدة. المضادات الحيوية زي الدوكسيسايكلين بتقتل البكتيريا وتقلل الالتهاب وبتتاخد لأقصر فترة ممكنة. للبنات، حبوب منع الحمل ممكن تكون فعالة جدا في تظبيط الهرمونات، وفي دواء هرموني تاني اسمه سبيرونولاكتون بيعالج الحبوب الهرمونية المستمرة. ونيجي لأقوى دواء فموي، الأيزوتريتينوين اللي يمكن تعرفوه باسم الرواكيوتان. ده شكل من أشكال فيتامين ألف وفعال بشكل سحري للحبوب التكيسية الشديدة اللي ما بتستجبش لأي علاج. بيعالج الأسباب الأربعة للمشكلة، لكن لأنه دواء قوي جدا وليه آثار جانبية بيحتاج متابعة دقيقة جدا مع دكتور. ثالثاً، الإجراءات في العيادة. دكتور الجلدية ممكن يعمل إجراءات في العيادة تساعد جدا. التقشير الكيميائي بيقشر الجلد ويحسن ملمسه. العلاج بالضوء بيقتل البكتيريا. للحبوب الكبيرة اللي بتوجع، الدكتور ممكن يحقنها بالكورتيزون، وده بيفضيها في يوم أو يومين ويقلل الأثر. كمان الدكتور يقدر يعمل تنظيف للرؤوس البيضاء والسوداء في بيئة معقمة. أرجوكم ما تحاولوش تفرقعوا الحبوب في البيت مهما كان الموضوع مغري، ده بيدخل البكتيريا أعمق وبيعمل حفر دايمة في وشك. أخيراً، روتين العناية بالبشرة اللي هيدعم علاجك خليه بسيط ومستمر. أولاً، اغسل وشك مرتين في اليوم بغسول لطيف، واغسل بصباعك مش بليفة. تاني شيء، التزم بالعلاج، الاستمرارية هي السر. النتيجة ممكن تاخد أسابيع أو شهور، فخليك صبور. تالت شيء، رطب بشرتك، حتى البشرة الدهنية محتاجة ترطيب. اختار مرطب مكتوب عليه non-comedogenic، يعني ما بيسدش المسام. 4. صن بلوك كل يوم. علاجات الحبوب بتخلي بشرتك حساسة للشمس، والشمس بتغمق أثر الحبوب. استخدم واقي شمس بحماية 30 أو أكتر. التعامل مع حب الشباب ممكن يكون رحلة طويلة، وممكن يأثر على إحساسك بنفسك، ومهم جدا نعترف بالمشاعر دي. لو متضايق نفسياً بسبب الحبوب، ما تترددش تتكلم مع حد بتثق فيه أو دكتور نفسي. انت مش لوحدك أبداً، وحب الشباب بيتعالج. بالمعلومات الصح وخطة علاج مظبوطة من الدكتور تقدر توصل لبشرة أصفى. الفيديو ده لأغراض تعليمية بس، فياريت تستشير دكتور جلدية عشان تاخد تشخيص دقيق وخطة علاج بتاعتك انت. شكراً جداً ليكم على المشاهدة. نتمنى الدليل الشامل ده يكون فاتكم. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان فيديوهات أكتر عن الصحة والجمال. لو عندكم أي أسئلة سيبوها في الكومنتات تحت، ونشوفكم في الفيديو الجاي.